أهلا بكم. مصر تختار الرئيس. مرشحان يتنافسان على كرسي الرئاسة. أحدهم يرى البعض أنها منتهية بالنسبة له وأنه سيكون رئيسا لمصر، والبعض الآخر يرى أن هذا لا يتم لأن هناك ثقة في المرشح الآخر وفي مؤيديه، وأنه سيكون رئيسا لمصر وسيذهب إلى قصر الاتحادية. ملفات خطيرة وأعباء ثقيلة ومشاكل كثيرة تنتظر الرئيس القادم. الرئيس القادم عليه مسؤولية كبيرة في حل الأزمات التي تمر بها مصر، والأزمات تتعدد وتختلف، ويجب أن تحل في ظل شعور المواطن المصري بهذه الأزمات ويبحث عن حلول سريعة. من سيختاره الشعب المصري؟ هذا السؤال يطرح نفسه، والإجابة عليه ستكون في خلال الأيام القادمة من خلال الانتخابات التي سيشارك فيها المواطن المصري من خلال الإدلاء بصوته في صناديق الانتخاب. النهاردة ببرنامجكم شباب على الهوى نلتقي باثنين من مرشحي الرئاسة، أحدهم ممثل عن الحملة الانتخابية للسيد المشير عبد الفتاح السيسي، والآخر ممثلا عن الحملة الانتخابية للسيد حمدين صباحي. كل منهم سيعبر عن دور المرشح وأهداف المرشح وخطط المرشح. في نهاية الأمر من خلال هذا البرنامج، برنامج شباب على الهوى، نحاول أن نفتح جميع الملفات، نحاول أن نوصل بالمعرفة إلى المواطن المصري، نحاول أن نصنع حالة من معرفة المرشح بشكل أفضل. معكم نبدأ برنامجكم شباب على الهوى. احنا جيل البلاي ستيشن ومش هنسيب الثوره دي الا لما نقفلها. احنا جيل لا اتغذى كويس ولا اتعلم كويس لكن بيفكر كويس. احنا جيل بيكتب وصيته وبيطلع شهاده وفاته قبل ما يطلع البطاقه. احنا جيل جزء منه ربنا يشفيه وجزء منه ربنا يرحمه. احنا جيل بيخاف من امه اكتر ما بيخاف من ضرب النار. احنا جيل امام الشيخ عماد عفة ويحمل رايته مينا دانيال. احنا جيل راح ماتش كوره مات. احنا جيل اتصور مع صباع البنك. احنا جيل من افعال. جينا دلوقتي مع حضراتكم مع التويتس، وهنبدأ مع أول تويت بيقول: أظن إقبال المصريين في الخارج ممكن يخليكوا إيجابيين أكتر، انزل وصوت. هاشتاج تحيا مصر، هاشتاج هنكمل حلمنا. التويت الثاني: سلاسل بشرية أعلى الكباري وفي الشوارع لتأييد المرشحين السيد المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي. هنروح دلوقتي مع حضراتكم نشوف السيرة الذاتية لمرشحي الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي. نشوف ونعود معاكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهوى. كل القلوب العاشقة مسيرها
حياة غير لما تبقى الجنة موجودة في أرضها. مصر اللي بتضمنا ضد الحياة دمنا، نوهب عشانها حياتنا لو كنا بنحبها. مصر اللي بتضمنا. من سيختاره الشعب؟ من هو رئيس مصر القادم؟ أسئلة تطرح نفسها عند المواطن المصري، والإجابة تكون مع صناديق الاقتراع. خلونا نرحب بضيوفي اللي بيشرفونا النهارده والممثلين عن الحملات الانتخابية لمرشحي الرئاسة. بيشرفنا النهارده في الاستوديو أبو الوفا فايز أبو الوفا، مسؤول لجنة الشباب في الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي، ومسؤول لجنة الصعيد في حملة مستقبل الوطن. أهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. كمان بيشرفني تيسير كمال، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة وعضو حملة الكرامة المؤيدة للسيد حمدين صباحي. أهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. طبعا حضراتكم عارفين إن احنا عايزين نوصل أكبر كم من المعلومات للمشاهد، فالأسئلة اللي هتطرح على حضراتكم في خلال دقيقة، أو أول مجموعة من الأسئلة هتبقى في خلال دقيقة الرد، فبقدر الإمكان هنلتزم بالنقطة دي. ان شاء الله. نبدأ مع بعض. أول أسئلة هتكون موجهة للسيد أبو الوفا فايز أبو الوفا. ليه بتؤيد المشير عبد الفتاح السيسي؟ انا بايد سياده المشير عبد الفتاح السيسي ان هو رضخ لاراده الشعب في 30 يونيو. هو كان الشعب صار على النظام السابق، نظام الاخوان المسلمين او التنظيم الدولي للاخوان المسلمين. الشعب صار وهزم الاجندات الصهيونيه الامريكيه، وهو كرجل وطني احنا شفناه اول واحد هو حط رقبته على كفه وصرح ان هو مع الشعب، وده سبب يعني الرئيسي ان انا اكون معاه وقلبا وقالبا للحمله بتاعته ان شاء الله. انت قبل الدقيقة كمان. طب الحمد طيب، لله جميل. ملتزم اهو. ان شاء الله كلنا ملتزمين. تيسير، لماذا تؤيد السيد حمدين صباحي؟ بأيد حمدين صباحي لأنه مرشح من الثورة، وإنه مرشح من الشباب وبضغط الشباب، وإنه مرشح ثوري بيمتلك مشروع وطني هدفه الأساسي العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني. وبأيد حمدين بسبب تاريخه النضالي ضد نظام السادات ونظام حسني مبارك ونظام محمد مرسي. حمدين صباحي هو الوحيد أو يعني من القليلين اللي فضلوا واقفين وثابتين على مبادئهم طول مدى ال 40 سنة اللي فاتوا، وفي خلال كمان شارك في الحشد لثورة 25 يناير وثورة 30 يونيو. برضو قبل الوقت. لا، طيب، ملتزمين جميل. كده. طيب نروح للسؤال الثاني. أبو الوفا، المشير عبد الفتاح السيسي هيقدم إيه لمصر؟ سيادة المشير طبعا هو كل تكرارا ومرارا في كل لقاءاته في الإعلامية في التلفزيون دايما بيقول أنا عندي عصاية سحرية من الشباب أو من الشعب المصري. هو عنده برنامج بيقول دايما في خلال سنتين إن شاء الله بإذن الله سيشعر المواطن المصري بتغير كبير. عنده برضه في الكهرباء، المشاكل الكهرباء، المشاكل الاقتصادية في مصانع في خلال سنتين هتبتدي إنشاء من بعد وصوله إن شاء الله للاتحادية. هيتم في خلال سنتين في اكتر من مصنع. اول مصنع في مصنع للسماد في السويس، ده عشان خاطر هو في الشباب الفلاح اللي هو بيعاني من السوق السوداء في السماد، بالتالي بيرفع الاسعار ديت لما هو بيشتريها بالسوق السوداء بيرفع السلع على المواطن المصري، على المواطن المصري. فهو بالتالي بيحل بقدر المستطاع في حل جذري، وفي بيحل الفتره لمده برضه قصيره ان شاء الله باذن الله. تمام. نروح لتيسير. ماذا سيقدم السيد حمدين صباحي إلى مصر؟ شعار حملة الكرامة لدعم حمدين صباحي هو فجر الغلابة. حمدين مرشح الثورة ومرشح الغلابة، هيقدم لمصر عودة مصر إلى ذاتها، هيقدم مصر مشروع وطني حقيقي على أساس العدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني، هيقدم لمصر ترجع مصر تاني دولة قوية ذات سيادة ما تقبلش تدخل من أي دولة تانية سواء في المنطقة أو بشكل او في عالميا التدخل في شؤونها. هيقدم لمصر تحقيق حلم الغلابه ورفع كل الضغوط والكواهل الموجوده على الفقراء. هيقدم لمصر مكافحه الفساد، هيقدم لمصر تمكين الثوره وانتقال الثوره من الشارع الى السلطه. أبو الوفا، هنروح دلوقتي. ما هو ردك على رفض البعض لتولي رجل عسكري منصب رئيس الجمهورية؟ هو اول حاجه طبعا مفيش حاجه اسمها عسكري. احنا الجيش المصري ده بنتمنى له كل تقدير وكل احترام. الجيش المصري هو اللي انقذ مصر
من كل الاجندات الخارجيه. الجيش المصري هو اللي نزل في 25 يناير وكان مع الشعب. هو النهارده لو ادينا مثال السيد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والشعب المصري كلنا ملتفتين ورا. يمكن انا في السن الصغير انا ما شاهدتش، بس والدي واسرتي كان دايما بيحكوا لي عنه ان هو نضال. الجيش المصري بالعكس ده هو الرمز الاول. الجيش المصري النهارده احنا ما نقولش عليه عسكر، احنا بنقول هو الجيش التنموي داخل مصر. النهارده سياده المشير قدم استقالته وبقى مدني ولبس وقلع البدله العسكريه 15 ثانية. وقلع البدله العسكريه ولبس البدله المدنيه، وهو مستمر لحمايه مصر خارجيا وداخليا مع المواطنين المصريين. جميل. تيسير ردك على رفض البعض تولي رجل مدني في ظل أوضاع البلاد والظروف التي تمر بها احنا بنحمل مصر. كل التقدير والاحترام للجيش المصري وبنعتبره هو عمود الخيمه بالنسبه لنا. والموضوع عندنا مش فرق ما بين مرشح مدني ومرشح عسكري، هو الفرق ما بين مشروع ومشروع، برنامج وبرنامج. احنا شايفين ان السيد المواطن عبد الفتاح السيسي مع كامل الاحترام ليه لا يمتلك مشروع وطني حقيقي ولا يمتلك برنامج حقيقي، والدليل ان هو لحد النهارده مفيش برنامج ظهر وهم بينفوا يكون عنده برنامج. احنا عندنا برنامج وطني حقيقي ومشروع وطني حقيقي لنهضه مصر بعد كل الفتره اللي شفناها، وبعد ما اكتشفنا ان بعد 25 يناير ما تمش تحقيق اهداف الثوره. المشروع اللي عندنا هو تحقيق اهداف الثوره وتمكين الشباب ورفع الكاهل عن الغلابه وعن الفقراء. اما عن موضوع مدني وعسكري والجيش المصري فجمال عبد الناصر ما كانش قائد عسكري، هو راجل عمل ثوره. 15 ثانية. اللي يميز جمال عبد الناصر انه راجل عمل ثوره وما كانش قائد للجيش. تمام. أبو الوفاء، أهم قضية على قائمة أولويات المشير عبد الفتاح السيسي وكيف سيتعامل معها؟ هو في عدة قضايا، من أهمها طبعا سد النهضة، من أهمها برضو الاقتصاد المصري، من أهمها الأمن، برضو في أكتر من قضية. فهو في أكتر من طريق هو ماشي فيه. النهاردة بالنسبة للأمن المصري هو بيحافظ على الأمن. لازم كل مواطن يحس بالأمن والأمان داخل مصر. لازم النهاردة نطلع والشعب يسوق يمشي في الشارع مطمئن. في برضو موضوع النهارده سد النهضه هو شغالين فيه ان شاء الله بعد تولي سياده المشير الرئاسه ان شاء الله باذن الله هيحل دبلوماسيا، ولو ما كانش حل دبلوماسيا اللي هيعمل لصالح المواطن المصري بايا كان. تمام. تيسير، أهم قضية ستكون على قائمة أولويات السيد حمدين صباحي وكيف سيتعامل معها؟ رقم واحد القضاء على الإرهاب، وده عن طريقين. رقم واحد بشكل سريع عن طريق رفع كفاءة الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلتها، وعن طريق كمان العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر وعلى البطالة باعتباره هو المنبع الأساسي والأول للإرهاب. رقم اثنين طبعا تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق مكافحة الفساد. رقم ثلاثة طبعا المشكلات الملحة اللي بتواجهنا في ملفاتنا الخارجية والإقليمية زي سد النهضة، وزي كمان ملفات الموجودة في المنطقة سواء تحقيق الأمن من خلال دول الجوار مواجهة المشاكل اللي بتحصل في ليبيا أو على حدودنا الشرقية أو غيرها. أبو الوفاء، موقف المشير عبد الفتاح السيسي من الجماعات الإسلامية. هو النهارده دايما بمرار وتكرار سياده المشير في اللقاءات التلفزيونيه احنا لا نقصي احد. النهارده المواطن المصري او اسلامي ان ايا كان ده هو مصري ومواطن ليه حقوقه وليه واجباته. احنا من هو لا يتعدى على حقوق المواطن هنستخدم عليه القانون. هو راجل قانوني وهيلتزم بالقانون. النهارده سياده المشير قال في كلمه واحده، حتى احنا لما بدانا في الحمله الانتخابيه رفض كل الرفض، قال انا ملتزم بالقانون، لازم التزم بعد تصريح من اللجنه العليا للانتخابات ان انا القي بكل البيانات. فراجل قانوني 100%. سياده المشير النهارده ما فيش حاجه اسمها جماعه اسلاميه او اخوان او كل من اخطا وكل من اضر بالبلد هيلتزم معاه بالقانون وبالدستور. تمام. تيسير، موقف السيد حمدين صباحي من الجماعات الإسلامية. حمدين صباحي من بعد 25 يناير واكدنا من بعد 30 يونيو انه طالب بعداله انتقاليه. عداله انتقاليه بمعنى ان كل من حمل سلاح او كل من ارتكب عنفا او كل من حرض على العنف او كل من افسد او نهب او كل من قتل وتلوثت ايديه بدماء المصريين لابد من محاكمته محاكمه عادله وثوريه وناجزه. ده رقم واحد. رقم اثنين، اي حد عايز يمارس سياسه بشكل سلمي وبشكل محترم سواء متفق معاه او مختلف معاه ما فيش اي مشكله، الباب مفتوح لي. لكن الحديث عن المصالحه او الحديث عن الجماعات الاسلاميه او غيرها مش هيكون الا بعد القصاص والا بعد ما يتم القاء السلاح والتوقف عن الارهاب وعن التهديد بالعنف فورا. تمام.
أبو الوفا، المشير عبد الفتاح السيسي في حوار له في جريدة الأهرام قال إن ممر التنمية سينفذ في 18 شهرا فعلا. بدلا من 10 أعوام. فعلا. ما هو تعليقك؟ فعلا هو عنده خطة استراتيجية في الدول العربية، في استثمارات خارج من الدول مع مصر زي الدول السعودية، في الإمارات، دبي، في مشروعات في قناة السويس. النهاردة في مشروع، في ضمن المشروع واحد، أنا هقول لك مشروع واحد بس في قناة السويس، مش كل المشاريع. في احنا دبي في عندهم في دبي في البواخر بتنزل البضاعه، بتاخد فلوس، بتبيع من دبي. احنا هنعمل نفس كده في مشروعات تانية برضه هتجيب فلوس، زي المصانع اللي بقول لحضرتك عليها في الاول. في عده مشروعات، هو في خطه زمنيه محدده عاملها. هو من بدايه وصوله لسياده 15 المشير، ثانية. من بدايه وصوله لقصر الاتحاديه، هتلاقي بعد 18 شهر او بعد سنتين بالظبط هتلاقي ان شاء الله باذن الله تحسن كبير في الاقتصاد المصري. تيسير، ما هي الخطط الموضوعة من السيد حمدين صباحي للتنمية والاهتمام بالاختراع؟ رقم واحد، احنا بنتكلم زي ما قلنا عن مكافحة الفساد ووقف النهب المنظم اللي حصل على مدى ال 40 سنة اللي فاتت، وبالتالي عندنا حزمة تشريعية او حزمة قوانين تبقى بالتعاون طبعا مع مجلس النواب القادم عن طريق اعادة هيكلة الدعم. مفيش دعم هيروح للاغنياء او مفيش دعم هيروح للي مش محتاجه، الدعم هيروح للفقراء. هنزود الدعم للفقراء، هنعيد هيكله الضرائب تانية وهناخد باسلوب الضرائب التصاعديه. امريكا تعتبر رمز الراسماليه في العالم، الضرائب فيها توصل ل 40% اسف واكتر من كده. احنا هنرفع، مصر فيها اقل نسبه ضرائب تصاعديه في العالم. هنرفع التعريفه الجمركيه على كل السلع الكماليه او السلع الاستهلاكيه اللي ملهاش لازمه، هنرفع الضرائب عليها ان مصر برضو فيها اقل تعريفه جمركيه في العالم. هنبدا نبحث موضوع الصناديق الخاصه، 15 ثانية. هنقدر نجيب منها موارد لينا. هنبحث كل ملفات الطاقه والنهب اللي بيحصل في الدعم الطاقه، لان 60% من دعم الطاقه بيروح للشركات الاجنبيه والشركات العملاقه واللي بتبيع لك سلع بالسعر العالمي. الأسئلة اللي جاية هي سؤال لكل منكم، هتبقى مدته 3 دقائق. السؤال الأول للسيد أبو الوفا: كيف سيتعامل المشير عبد الفتاح السيسي مع قضايا البطالة، التعليم، الكهرباء، البترول، الأمن، الصحة؟ 3 دقائق. النهارده احنا في الدستور المصري، دستور 14 يناير، حدد في نسب للتعليم، في نسب للكهرباء، في نسب للصحة. النهارده هو هيتعامل كدستور، هينفذ كل هو بيتعامل دستوريا. النهارده هو هيتعامل بالمشروعات اللي احنا قلنا عليها ديت، زائد في برضه يعني انا عاوز التفت بحاجة، يعني سيادة المشير في المجال اللي حضرتك قلت عليها، بيقول في 18 شهر هينفذ المشروعات بتاعته. يبقى في بعد كده في برنامج. انا برد على صديقي الاستاذ تيسير ان احنا عندنا برنامج منظم. في برضه عندنا احنا في خلال الاعوام القادمه ان شاء الله باذن الله في الدستور بناء عليه بالقوانين بعد انتخابات مجلس الشعب، بعد تسليم القوانين هنتم كل هينفذ بالحرف 3% من الدخل القومي للصحه او من للتربيه والتعليم. هيتعمل في المشروعات اللي هيتم في قناه السويس، هتهد من البطاله شويه. هيتم المشروعات الاقتصاديه اللي داخل المصانع على مستوى الصعيد. النهارده الصعيد محروم جدا من العوامل، من الانظمه السابقه. النهارده في عده مشروعات في عده مصانع. النهارده المصانع ديت هتهد البطاله كامله ان شاء الله باذن الله. بس هو اهم حاجه عنده، ودايما بيقولها في مرارا وتكرارا سياده المشير: انا عندي الشباب لازم تشتغل. انا وحدي مش هشتغل. لو الشعب اتلف حواليه ان شاء الله باذن الله، واحنا يعني احنا واثقين في الشعب المصري ان هو ورا سياده المشير، ورا مصر مش ورا سياده المشير، ان هو هيتم في المشروعات اللي هتتم على مستوى السلوم لغايه اسوان. في مشروعات تجاريه، في مشروعات اقتصاديه كبيره، وفي خبره وضعت برنامج انتخابي معين بالزمن بفتره زمنيه. كل ده هيهد من البطاله، هيهد من مشكله الكهرباء، مشكله البترول. احنا النهارده في عمل حاجه هو اللمض الموفره. في بعض الناس خدتها بتهريج، لا احنا عندنا اللمض الموفره دي. انا هستوقفك ابو الوفا، وهنعود مره ثانيه ان احنا نكمل حوارنا في الجزئيه اللي انت بتتكلم فيها. هتاخد الوقت كامل، بس لازم ناخد فاصل حالا. بعد الفاصل نتواصل معاكم مره ثانيه ببرنامجكم شباب على الهواء. عجز 15.4 مليار دولار في الميزان التجاري، عجز 11 مليار دولار في ميزان المدفوعات، عجز 90 مليار جنيه في موازنة الدولة، توقف تام في الاستثمارات الأجنبية من 14 مليار دولار إلى 0.
نزول حاد في دخل السياحة من 14 إلى 1.9 مليار دولار. صعود حاد في نسبة البطالة وصلت إلى 20%. هبوط الجنيه المصري وصعود الدولار من 5 جنيه إلى 7 جنيه ونص. اختفاء النظام الأمني وظهور الأسلحة في كل مكان. مظاهرات عمالية أوقفت معظم المصانع. كارثة اقتصادية في سنة من الزمن سرقت فيها مصر من شعبها. كارثة اقتصادية وأمنية أدخلت الرعب في قلوب المصريين. هل الوضع ممكن يبقى أسوأ من كده؟ عندك حلين، يا تحبط من الكلام ده وتقعد في البيت، يا تنزل وتشارك في المسؤولية وتنتخب. انزل، لأن مجرد نزولك هو علامة للعالم كله إن أكبر نزول في تاريخ البشرية ما كانش صدفة. انتخابات رئاسة الجمهورية يومي 26 و 27 مايو 2014 في جميع أنحاء الجمهورية. اهلا بكم مره تانية بعد الفاصل. ابو الوفا احنا وقفناك عند دقيقتين، وقفناك عند نقطه اللمبات الموفره. معاك دقيقه لاستكمال السؤال اللي تم طرحه عليك في اللي هو مدته زي ما قلنا 3 دقائق. طيب هو النهارده في حاجه اسمها اللمبه الموفره ديت، هتوفر في الاستهلاك الكهربائي، هتوفر في الفلوس. النهارده هتوفر تلتين على الاقل من يعني المواطن المصري العادي. انا ما بحبش اقول فقير ولا غني، احنا كلنا مواطنين، مفيش حاجه اسمها فقير. هو كل واحد ليه حق في البلد دي، هو زيه زي اي حد. المواطن النهارده المواطن احنا بنروح له بنقول له تعالى في لمبه موفره. انت النهارده لو بتدفع 100 جنيه في الشهر، اللمبه ديت هتدفع لك حوالي على الاقل 25 جنيه او 30 جنيه في الشهر. دي هتوفر في الاستهلاك المادي، هتوفر في الاستهلاك الكهرباء، هتوفر تلتين الكهرباء على مستوى الجمهوريه. النهارده برضو في المصانع اللي هي مش مستحقه، احنا هنقول لهم لا تعالوا انتوا كده. 15 ثانيه. احنا النهارده في المصانع اللي هي بتستخدم الكهرباء، في برنامج عندنا ان شاء الله هيتحول من كهرباء في لاكثر من جهه. في طاقه شمسيه، في طاقه شمسيه هتتعمل للمصانع وللمواطنين برضو. احنا في خلص الوقت، معلش يا ابو الوفا هنخليها بس معاك. نروح دلوقتي لتيسير. كيف سيتعامل السيد حمدين صباحي مع قضايا البطاله والتعليم والامن والكهرباء والبترول والصحه؟ 3 دقائق معاك. البطاله عندنا مشروع طموح جدا لتوزيع حوالي 3 مليون فدان من الاراضي المستصلحه على الشباب اللي ما عندهمش فرص عمل، وعلى الفلاحين اللي ما عندهمش ارض. مع كل فدان هيكون فيه 10000 جنيه. طبعا حد هيقول ال 10000 جنيه مش هتكفي استصلاح الفدان، لكن احنا بنتكلم كمان عن مشروع طموح للتعاونيات، ان كل 100 فدان او 1000 فدان يكون ما بينهم جمعيه تعاونيه هي تقدر تغطي الارض. غير طبعا الحكومه او الدوله مش هتسيبهم غير ما تقدم المرافق وتقدم البنيه الاساسيه والتحتيه. ده حل لموضوع البطاله. طبعا المشاريع العملاقه احنا طالعين 7 مشاريع عملاقه، من ضمنها طبعا ممر التنميه ومحور قناه السويس وغيره، تنميه الصعيد وحلايب وشلاتين. ده طبعا اكيد هيساهم في القضاء على البطاله. بالنسبه للتعليم، الشعار الموجود في الدستور هو ان التعليم مجاني، لكن احنا عايزين نحول الشعار الى واقع عملي، يكون تعليم مجاني وكفء ومهني، عن طريق اول حاجه رفع كفاءه المعلم، وان ياخد حقه ان يتم اقرار الحد الادنى للاجر بالنسبه للمعلم. لان المعلم لو ارتاح فعلا في الاجر بتاعه هيقدر يقدم الخدمه بتاعته للتعليم، وهنقضي على الدروس الخصوصيه. بشكل سريع بالنسبه لموضوع الامن، زي ما قلت انا من شويه، الامن رقم 1 اعاده هيكله الاجهزه الامنيه وتنقيتها من الفساد. عندنا خطه برضو ان يكون عندنا وزير داخليه مدني، واللي يدير جهاز الشرطه مجلس اعلى للشرطه يتم اختياره من ضمن جهاز الشرطه، وده ليه سند في الدستور او خلفيه في الدستور، بحيث يكون بعيد عن تدخلات الدوله، وبحيث يكون الشرطه فعلا في خدمه الشعب مش في خدمه النظام او خدمه الحاكم. بالنسبه الكهرباء عندنا مشروع طموح جدا للطاقه الشمسيه. مصر من اكبر دول العالم غنى في الشمس، وخصوصا في الصعيد، وانا من الصعيد من سوهاج، فعندنا الشمس ساطعه طول اوقات السنه وفترات طويله من اليوم. فاحنا عندنا مشروع طموح جدا حمدين صباحي بيتكلم عنه من الانتخابات اللي فاتت ومن قبلها عن الطاقه الشمسيه. بيتكلم هنا عن البترول. عايز اقول لحضرتك معلومه صغيره بس عشان لما يطرح المشكله نقدر نعرف الحل. البترول عندنا اتفاقات البترول بيتم نهبها
من الشركات العالميه بتاخد 50% من البترول بتاعك، او احيانا بتوصل في بعض الاتفاقات ل 60%. احنا هنوقف ده بشكل سيادي، وده حقنا، ان هو في النهايه بينها بالبترول بتاعك، وقت ما تحتاجه بيبيعوا لك بسعر السوق العالمي. فالبترول هنا هنرفع التكنولوجيا بتاعه البحث والتنقيب عن البترول، نرجع تاني الشركات الوطنيه للتنقيب عن البترول. احنا عندنا ثروه كبيره من البترول. نفس الحكايه في موضوع الغاز، واعتقد كان مثال كبير في موضوع نهب الغاز، تصدير الغاز ببلاش تقريبا للكيان الصهيوني. فهنوقف النهب الغاز بحيث اللي بيروح للدول الثانيه باسعار مخفضه او اسعار زهيده، هنعدل الاسعار دي، وبرضه هنرفع تكنولوجيا البحث والتنقيب عن الغاز بحيث تكون بجهد وطني. أشكرك. نروح دلوقتي مع حضراتكم لتقرير. التقرير ده طرحنا فيه سؤال مهم جدا: ايه هو حال البلد؟ رأيكم ايه في حال البلد؟ وكان للشارع رأي. نشوف التقرير ونعود معكم مرة تانية لبرنامجكم شباب على الهواء. حال البلد دلوقتي والله هو اكيد طبعا حاله ميؤوس منها تماما، عشان الناس وظروف الناس وظروف المعيشه. بس عندي قوه ايمان رهيبه جدا جدا الامور دي هتتغير، بس مش هتتغير غير عن طريق الناس نفسهم. اكتر حاجه يعني بتضايق اليومين دول الوضع الحاصل اللي فيه البلد، الوضع بالنسبه للسياسه، ان الشعب المصري اتحول من فتره بقى يعني الشعب المصري اتغير، الكالتشر بتاعته اتغيرت على مدار مثلا الفترة الأخيرة. وبقى احنا بدأنا يعني الناس بتهاجم بعضها. لو هنحب نتكلم على الحالة بتاعة البلد هنقدر نقول فيها جزء إيجابي وفيه جزء سلبي. خلينا ان احنا ناخد الجانب الإيجابي، ان احنا لو كل واحد فينا قدر يشتغل في مكانه وقدر ينتج في عمله هيكون الجزء الإيجابي هيطلع على الجزء السلبي. لكن احنا المشكلة عندنا ان احنا بنفضل ورا الجزء السلبي ونمشي وراه. الحالة النفسية في البلد دلوقتي يعني الواحد اصلا بيحاول يتعب في الحياه كلها انا مثلا لسانس ألسن ايطالي و2011 وكده، بس الحاله النفسيه في البلد، وضع البلد دلوقتي بيسمح لاي واحد ان هو في الموقف ده وفي الوضع دوت ان هو يشتغل اي حاجه ويساعد في تنميه البلد باي طريقه. يعني البلد مش مستقره بسبب الاحداث اللي بتمر بالبلد دلوقتي، بس احنا بنأمل من ربنا يعني ان الفتره اللي جايه تكون احسن لما يتعمل الانتخابات الرئاسيه ومجلس الشعب، نبدأ بقى تبقى دولة مؤسسات، ونبدأ بقى نشوف ازاي البلد حالها هيتحسن من الوضع اللي هي فيه دلوقتي. يعني هي البلد والله انا شايف انه لسه مفيش تقدم قوي زي اللي احنا كنا متوقعينه او اللي احنا كنا متخيلينه الفترة اللي فاتت. اتمنى ان احنا كلنا يعني نساعد بعض، بس ان احنا نقدر نطلع من الازمة دي. انا نفسي الناس تغير من تفكيرها شويه وتبدا تتكلم عن ان ازاي اغير من بكره، مش اتكلم عن امبارح. انا حابب اقول انه برغم الظروف اللي البلد بتمر بيها، بس يعني انا متفائل، وان شاء الله يعني اللي جاي هيبقى افضل. إن شاء الله القادم أفضل. جينا دلوقتي لمجموعة من الأسئلة الأخرى ستوجه إلى أعضاء حملتي مرشحي الرئاسة المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي، والأسئلة التي سيتم طرحها على ضيوفي هيكون الرد عليها في خلال 30 ثانية. مبدئيا أول سؤال هيروح لتيسير، وهو خاص بالتعليق على التقرير وضيوف التقرير. ردك. انا كمان متفائل زي ما قالوا الشباب، احنا نازلين عشان خاطر الشباب ونازلين عشان خاطر الناس الموجوده في الشارع. عارفين الناس تعبت، عارفين الناس عانت على مدى 40 سنه فاتت، وعانت اكتر من بعد الثوره، رغم ان الخطا ما كانش في الثوره، الخطا كان في الاجراءات اللي تم اتخاذها بعد الثوره، وما تمش تمكين الثوره او تم تحقيق اهداف الثوره في الحكم اللي هي العيش والحريه والعداله الاجتماعيه. انا كمان متفائل، مصر عندها امكانيات كبيره جدا بشعبها وبشبابها، ان شاء الله لما نوصل للرئاسه عندنا امل كبير قوي. أبو الوفاء، ردك على ضيوف التقرير. أنا متفائل جدا،
في الامل في بكره، واحنا لازم ما نقولش ايه اللي حصل امبارح ولا ثوره امبارح ولا ايه، لا احنا نقول بكره هنعمل ايه، هنشتغل ازاي، ايه التفكير بتاعنا، ايه الخطه الاستراتيجيه اللي احنا هنعملها، ايه اللي احنا هنستفيد منه في الحالي بعد وصول سياده المشير لقصر الاتحاديه في الوقت مثلا محدد لمده شهرين 3 حاجه 10 ثواني. لازم بيها، زائد ايه اللي هنعمله في الخطه على سنتين على 3 على 4. احنا لازم نشرك الشعب معانا بكل شفافيه، لازم نقول لهم احنا هنعمل 1 2 3. لازم الشعب نروح دلوقتي لتيسير. السيد حمدين صباحي اشتراكي ويرتدي عباءة عبد الناصر ولكنه دون ذلك، ردك ايه؟ لا، الشعب المصري كله بيرتدي عباءة عبد الناصر زي ما قال دكتورنا جمال حمدان في كتاب شخصية مصر، ان الوطنية المصرية هي الناصرية. حمدين صباحي ماشي على مبادئ عبد الناصر في العدالة الاجتماعية وحلم الفقراء في الأساس، لكن هو اشتراكي عربي صحيح، وصحيح ماشي على الخط الناصري، لكنه ان شاء الله هيكون رئيس لكل المصريين بكل اتجاهاتهم وتياراتهم. ابو الوفا، قيل ان مصر هترجع لزمن مبارك في عهد المشير عبد الفتاح السيسي، ردك؟ هو زمن مبارك اصلا خلاص انتهى من في 25 يناير 2011. زمن مبارك لن يرجع من تاني. احنا الشعب صار، والشعب في فترة من بعد تولي الرئيس المخلوع محمد مرسي حتى 30 يونيو ما استحملش الشعب. النهارده الشعب صار، الشعب ساير، الشعب عاوز نتائج حقيقية على الأرض. النهارده علشان أنا نرجع سياسة أو نظام ما قبل 5 ثواني النظام السابق، النهارده الشعب ساير، أنا ما أقدرش، بالعكس ده أنا النهارده في حكم قضائي في المحكمة. خلص الوقت أبو الوفا. طب ما لا هنسجل بقى، احنا قلنا اتفقنا. طبعا احنا بس بنأكد على حضراتكم ان دي الأسئلة اللي منتشرة على الفيسبوك وتويتر، واحنا بنطرحها بما انكم هي 30 ثانية قليلة قوي. معلش بس دي القواعد والضوابط اللي احنا اتفقنا عليها. انا مفيش مرة تخطيت الوقت. معلش لا مفيش، لا انا عندي حاجات كتير. طيب هنقول كل حاجة، بس انا بس حابب أأكد على الجزئية دي. هنروح دلوقتي لتيسير. كيف يرى السيد حمدين صباحي ثورة 25 من يناير وثورة 30 يونيو في 30 سنة؟ ثورة 25 يناير ثورة شعب كان هدفها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني. هي ثورة مش نكسة زي ما بيقول البعض، مش مؤامرة زي ما بيقول البعض، تم محاولة الركوب عليها أو استغلالها بعد كده، وتم تصحيح مسارها في موجتها الأعظم في 30 يونيو. 30 يونيو ثورة شعبية امتداد ثورة 25 يناير، لحد دلوقتي لم تتحقق أهدافها. 10 ثواني تمام. أبو الوفا، كيف يرى المشير عبد الفتاح السيسي ثورة 25 من يناير وثورة 30 يونيو؟ ثورة 25 يناير ثورة شبابية، ثورة شبابية شعبية انتفض الشعب في 25 يناير. النهاردة الجيش حماها في 25 يناير ومعاها وتولى وقلبا وقالبا. النهاردة احنا البرنامج بتاعنا لسيادة المشير 25/1/30/6. النهارده ان هو مقتنع اقتناع تام. 10 ثواني. النهارده مقتنع اقتناع تام بمطالب 25 يناير ومطالب 30 يونيو، بس كل ما هو هنالك ان الشباب اللي صار في 25 يناير و30 يونيو لازم يلتف حوالين سيادة المشير. ابو الوفا خلص الوقت. نروح دلوقتي لتيسير. السيد حمدين صباحي يستخدم الشباب كوسيلة للدعاية فقط. أنا عاوز أقول لحضرتك إن الدافع الرئيسي والعامل الحاسم لقرار ترشح حمدين صباحي هو الشباب. إن حمدين كان بينتظر يكون في مرشح ثوري تتفق عليه القوى الثورية، وده ما حصلش. هو قال ده في تصريحات. إحنا كشباب إحنا اللي ضغطنا عليه وشفنا فيه حلمنا وشفنا فيه فجرنا. فالشباب هم اللي ضغطوا على حمدين عشان يمثلهم لترشح لرئاسة الجمهورية، ومش مجرد دعاية. والحمد لله إحنا عمود الحملة عندنا وكوادرها الرئيسية شباب. أبو الوفا، السيد المشير السيسي يطالب الشباب بتحمل أعباء ليسوا مسؤولين عنها. بالعكس، النهارده الشباب هي الانتفاضة، الشباب هي القوة، الشباب هي الأمان للبلد. النهارده احنا عندنا 60% من نسبة السكان في مصر شباب. النهارده الشعب المصري وبالشباب الشباب اللي هو خايف على البلد، الشباب الوطني الصادق لازم يلتحق. 10 ثواني. لازم النهارده الحملة بتاعتنا مثلا كحملة مستقبل وطن، احنا عندنا 54,000 شاب وشابة مؤيدين لسيادة المشير النهارده بالقواعد بتاعتهم. النهارده عندنا خلص الوقت. خلص الوقت. هنسجل النقط اللي انت عايز تزودها عندك. تيسير، توقعات فوز السيد حمدين صباحي ضعيفة، ولكنه نزل الانتخابات التي وصفها
البعض بأنها مسرحية. لا، هي طبعا مش مسرحيه، احنا بندعو كل الناس للنزول للانتخابات عشان نشارك في حلم التغيير من بعد 25 يناير و30 يونيو. اما عن توقعات فوز حمدين فاقدر اقول لحضرتك ان الانتخابات اللي فاتت قالوا حمدين فرصه ضعيفه ويجي بعد بقيه المرشحين، وخد المركز الثالث وخد 5 مليون صوت، وفي كتير من اللي ما صوتوش لحمدين ندموا وقالوا يا ريتنا احنا كنا صوتنا لحمدين كان دخل الاعاده وما كانش حصل اللي حصل. احنا عندنا النهارده نتوقع فوز حمدين صباحي 50% زائد 1، يعني كل مواطن فوز صوته هو اللي هيفرق مع حمدين وهو الواحد اللي هيفوز حمدين. أبو الوفا، الغالبية من الشعب سواء مؤيدين للمشير السيسي أو ضده متأكدين من فوزه، وبالتالي احتمالات الإقبال على اللجان ضعيفة. طيب امبارح كان في لقاء مع سيادة المشير في التلفزيون في إحدى القنوات والتلفزيون المصري برضه، كان معاه لقاء مع القبائل العربية والصعيد والشعب من جميع محافظات الصعيد. كان دايما بيقول انا مش الشعب لازم يطلع على الانتخابات يوم 26 و27. النهارده احنا هو دايما حتى في الحمله بتاعتنا في وجودنا دايما بيقول لازم نحشد الناس، مش شرط ان هو يدي سياده المشير او يدي الاستاذ حمدين صباحي، المهم ان احنا عاوزين صوره كبيره للعالم كله، نقول للعالم ان الشعب واقف على الصناديق. خلص الوقت. هنروح دلوقتي لتيسير، سبب اختيار رمز هنكمل حلمنا للدعاية للسيد حمدين صباحي. احنا عندنا حلم بدأ من 25 يناير وكملنا فيه في 30 يونيو وهنكمله ان شاء الله في الانتخابات الرئاسية 2014. ده سبب شعار هنكمل حلمنا فجر الغلابة. طيب أبو الوفا، سبب اختيار رمز تحيا مصر للدعاية للسيد المشير عبد الفتاح السيسي. طبعا احنا عارفين ان 25 يناير تم الانتفاضة وتم سرقتها من قبل التنظيم الدولي للإخوان، والوحيد اللي وقف مع الشعب ورجعها رجع الثورة تاني في 30 يونيو سيادة المشير. فالنهارده الشعب المصري كله طالب بسيادة المشير بان احنا ان لازم تنزل. هو سيادة المشير اصلا ما كانش عاوز ينزل، بس الشعب المصري كله لفت وقال لازم تنزل، وكان كل كلام الشعب المصري لما بينزل في المظاهرات لامر اللي يؤمر سيادة المشير كان دايما يقول تحيا مصر السيسي. فده هذا الشعار اللي خلص الوقت. تيسير، تقييمك لأداء حملة حمدين صباحي اللي انت واحد منها. حملة حمدين احنا بنفخر ولله الحمد ان مواردنا المالية قليلة جدا، مفيش أجهزة دولة بتساندنا، مفيش رجال أعمال بيساندونا، غنية الحملة بتاعتنا بشبابها بكوادرها بأفكارها بإبداعاتها. لسه بيعمل عدة يعني فعاليات وحملات بنحاول نوصل للناس. لسه عاملين من كام يوم فعالية اسمها يا مجبل يوم وليله، رحنا اسوان اشتغلنا في القطر ورجعنا، ما حد سبقنا للفعاليات دي. عاملين فعاليات ترك ابواب. انا شايف تقييمي للحمله ايجابي جدا. خلص الوقت. تيسير، ابو الوفا، تقييمك لاداء حمله السيد المشير عبد الفتاح السيسي وانت واحد منها. هي حملة شبابية من أولها لآخرها بيقودها الشباب. إحنا شباب بنحب البلد، شباب بنلتف. إحنا أول ما شفنا الشباب لما نزل في الميادين وبيقول سيادة المشير انزل، إحنا حبينا إن إحنا نكون في الصفوف الأولى في الحملة. إحنا النهاردة ما عندناش أي دعم من الدولة، بالعكس ده احنا بنترفض في كل 10 ثواني. احنا بنترفض، يعني السيد الزميل بيقول لك ما عندناش الدولة بتدعم، احنا الدولة مش بتدعمنا خالص. واتحدى وانا على الهوا اهو ان في حاجة وحيدة من الدولة ساندتنا. خلص الوقت. هنروح دلوقتي الفاصل وبعد الفاصل نتواصل معاكم مرة تانية في برنامجكم شباب على الهوا. المسألة دلوقتي اصبحت واضحة. 2 مرشحين لرئاسة مصر، مرشح مجتهد وليه اتجاهاته، ومرشح آخر وطني لعب دور حاسم في تاريخ مصر. إنما في حاجة مؤكدة، إن الإخوان بيرتبوا علشان الناس ما تنزلش يوم 26 و27 مايو. يا هيعتمدوا على تخويف الناس من النزول، يا هيعتمدوا على شيء أخطر من كده بكتير، على اعتقاد الناس إن الانتخابات محسومة. الشيء المؤكد التاني ان الشعب المصري ما هواش بالسذاجة دي. الفلاح والعامل واللي بيشتغل هياخد اجازة من الشغل وهينزل. الست المصرية العظيمة في كل انحاء مصر هتسيب اللي في ايديها وهتنزل. الشباب المصري الوطني الواعي اللي عايز يعمل بجد هيسيب كل حاجة وهينزل. مصر كلها هتنزل، لان اللي نزل لمصر يوم 25 و30 هينزل لها
يوم 26 و27. العدد يفرق قدام العالم كله. تحيا مصر. 26 و 27 مايو هو يومين أو هما يومين سيقرر المصريون من هو رئيسهم القادم. نعود مرة أخرى لضيوفي من خلال طرح مجموعة من القضايا الخارجية، وهتكون الإجابة في خلال دقيقة. وهبدأ بأبو الوفا. أبو الوفا، موقف المشير عبد الفتاح السيسي إذا فاز بالمنصب من قضية نهر النيل. طبعا قضية نهر النيل دي قضية العصب مصر، اللي هي اللي هتتيح للشباب ان هو يعرف يصلح اصلاح اراضي، هو الشريان مصر. فهو فكر في اول حاجة مع المجلس التنفيذي للحملة اللي هي الشباب. كنا احنا قاعدين، احنا كلنا اقترحنا عليه ان هو هيكون في حل دبلوماسي، ولو ما كانش هيبقى في اكتر من حل. المهم ان مصر لازم تاخد حقها في نهر النيل، وطبعا ديت بمسانده جميع الدول معانا، وبمسانده قواتنا المسلحه، وبمسانده وزاره الخارجيه. 15 ثانيه. احنا طبعا رقم واحد شريان النيل ده هو مدافع مقاتل على شريان النيل، ان احنا لازم نحافظ عليه. نهر النيل ده الاساس، ان احنا من غيره ولا هنعرف نعمل اصلاحات اراضي، خلص الوقت. ولا هنعرف. خلص الوقت. ابو الوفا. تيسير، موقف السيد حمدين صباحي اذا فاز بمنصب رئاسة الجمهورية من قضية نهر النيل. الازمة غياب مصر عن محيطها وعن افريقيا وعن دول حوض النيل. الحل عودة مصر لذاتها وعودة مصر لدورها في حوض النيل. حمدين تعهد انه بعد فوزه بالرئاسه اول دوله هيقوم بزيارتها مع كامل التقدير لكل الدول العربيه، كان اول دوله هيزورها هي اثيوبيا، وده فعلا ليه واقع عملي. ان من بعد ثوره 25 يناير حمدين قاد عده وفود شعبيه لزياره اثيوبيا واوغندا وعده دول من دول حوض النهر. عندنا رؤيه في البرنامج بنتكلم عن منظمه اقليميه لتضم كل دول حوض النيل، نكون شركاء في التنميه، نكون شركاء في الميه، نكون شركاء في الطاقه، بحيث ما حدش يجور على حق مصر، بحيث كمان احنا نزود حق مصر. الحل الاساسي هو عوده مصر للقوه الناعمه تاني. هستغل الازهر، هستغل الكنيسه اللي ليها دور فعال في اثيوبيا، هستغل كل الموارد بتاعتي الثقافيه والاجتماعيه، هستغل ده كله عشان ارجع تاني لاثيوبيا، بحيث الموضوع تكامل لا تصادم. ابو الوفا، موقف المشير عبد الفتاح السيسي من الدول العربيه. طبعا الدول العربيه كلها ساندت مصر، ان مصر هي القلب الدول العربيه. مصر هي الجيش المصري هو الحماة للدول العربية. النهاردة احنا شفنا في الدولة الشقيقة المحترمة، دولة السعودية، دولة الامارات، دولة الكويت، الاردن، كانت كلها بنساند الشعب المصري في الانتفاضة ضد الارهاب وضد الخارجية، ضد المشروع الصهيوني الامريكي. النهاردة الدول العربية سيادة المشير وحد الصفوف من 30/6، وحد الدول العربية كلها. النهاردة لو شفتوا انتوا الدول العربية، النهاردة دولة الامارات سحبت سفير من احدى الدول علشان خاطر بس هو قال كلمة خاطئة على مصر. يعني النهارده سيادة المشير 15 ثانية. النهارده سيادة المشير النهارده في تعاون كامل مع الدول العربية. هو وحد القطر العربي بزعامة مصرية، بزعامة الدولة المصرية، بزعامة النهارده كله بيمثل سيادة المشير بره في العالم العربي كأنه هو جمال عبد الناصر. خلص الوقت. تيسير، موقف السيد حمدين صباحي من الدول العربية. انا كناصري وافتخر بده، ومرشحي عنده خلفيه ناصريه، اكيد مصر محيطها العربي، الدايره الاولى هي الدايره العربيه والبعد القومي لمصر، لكن عوده مصر مصر هترجع الدول العربيه، مصر القائده ومصر الفعاله، مش مصر المتسوله ولا مصر اللي بتاخد منح او مساعدات. مصر اللي تقود السعوديه وتقود دول الخليج، مش مصر اللي بتاخد منح واعانات ويجوا يقولوا يا جماعه اشتغلوا شويه عشان احنا المساعدات دي مش هتستمر تاني. ملتزمين بحمايه امن كل الدول العربيه بما فيها اخواتنا في فلسطين، مش مجرد بس دول الخليج، لان دول الخليج تحت المظله الامريكيه زي ما صرح المرشح المنافس من عده ايام لما قال احنا ملتزمين بالخليج بس. هيبقى في تكامل، هيبقى في تعاون ما بيننا وبين الدول العربيه، كل الدول العربيه مش الخليج وبس. سؤال يعد السؤال الاخراني في الاسئله، وهندي فرصه برضو لتوضيح بعض النقاط سريعا. السؤال الاخراني، ماذا لو لم يفز السيسي؟
هنشتغل احنا كشباب، ان هو انا شفتها بنفسي من اكتر من مره انا قعدت معاه في الحمله. قال لك انا مش شرط ان انا اكون رئيس الدوله. هو حتى في كل برنامج او في كل لقاء قال الناس كلها تحشد الناس عشان تطلع، سواء السيد حمدين صباحي او سواء اللي هو نفسه كشخص. احنا النهارده مستمرين في البنى. احنا كحمله مستقبل وطن على سبيل المثال، حمله الشعار بتاعها شباب يبني مستقبل وطن. احنا ورا السيد حمدين صباحي لو تم فوزه، بالعكس ده احنا معاه وبرامجنا وبخطتنا برضه في ظهره وفي وراه. واحنا اللي يهمنا رقم واحد مصر، ما يهمناش مين المنصب. تيسير، ماذا لو لم يفز السيد حمدين صباحي؟ هو طبعا انا كنت افضل ما يترشحش سياده المشير عبد الفتاح السيسي، كنت افضل يفضل وزير دفاع لحمايه الامن القومي وافضل للجيش المصري ولحمايه ولمواجهه الملفات الموجوده دلوقتي. ولكن لو ما فز حمدين احنا اتفقنا معاه ان احنا مستمرين في طريقنا، هنكون تيار قوي موجود في الشارع، هنستمر في البناء، هيستمر حمدين كقائد وزعيم للحركه الوطنيه المصريه وللتيار المدني المصري اللي هيقدر يقف قدام السلطه ويقدر يوجه ويحقق اهداف الثوره ان شاء الله. الوقت خلص، لكن لازم اتيح فرصه في خلال دقيقه توضيح. لا الوقت خلص للاسف يعني. فانا كمان كان في اسئله ثانيه كان المفروض ان انا اطرحها عليكم، لكن الوقت هو اجبرني على الانتهاء. فانا في عجاله في خلال دقيقه، ايه الحاجات اللي انت عايز تعلق عليها في اسرع وقت؟ اول حاجه هو نزول سياده المشير. هو ما نزلش من هو ارتضخ لاراده الشعب اللي هو اللي طلبه ولنزوله للرئاسه. هو اكتر من مره تكرارا اكتر من مره بيقول انا مش مهم، واقسم ان هو مش عاوز ينزل. ده بالعكس، ده هو الشعب، وفي حملات كتيره زي انزل كمل جميلك بامر الشعب. كل الشباب ده او كل الشعب المصري هو اللي نزله، اجبره على النزول. هو اصلا كان حابب انه يكون في الجيش المصري. وبعدين في حاجه تاني، الجيش المصري مش عبد الفتاح السيسي، الجيش المصري كل واحد زي جمال عبد الناصر زي عبد الفتاح السيسي في كل الجيش المصري. الجيش المصري النهارده هو اللي بيحافظ على البلد، سواء عبد الفتاح السيسي هو موجود كان على راس الجيش او ايا كان. الجيش المصري النهارده هو مش عبد الفتاح السيسي فقط، النهارده الجيش المصري مع الشعب. النهارده سياده المشير النهارده اجبر من الشعب واجبر ان هو ينزل، وده السبب الرئيسي ان هو ينزل. تيسير، يعني دلوقتي اللي حابب ترد عليه او تقوله في خلال اذا تشابهت البرامج، رغم ان احنا بنفتخر احنا عندنا برنامج متكامل باليات واضحه للتنفيذ، المرشح الاخر ما عندوش برنامج حقيقي لحد النهارده. اذا تشابه الكلام ارجع لتاريخ كل واحد وارجع لفريق العمل اللي مع كل واحد. احنا عندنا فريق عمل وطني وثوري ومعظمه من الشباب، ولكن كل فلول الحزب الوطني وكل رجال الاعمال الفاسدين اللي كانوا واقفين مع مبارك واقفين مع عبد الفتاح السيسي، وده علامه استفهام بدعو كل الناس وكل المواطنين يفكروا فيها. جميل. الحاجه الثانيه الاخ عضو في لجنه الشباب، انا بساله عن حازم عبد العظيم رئيس لجنه الشباب اللي معروف انه كان مطبع مع الصهاينه وتم رفض يكون وزير اتصالات امين المجلس العسكري، بتتعامل معاه ازاي؟ منى القويدي، انا اسمح لي اتكلم عن اسامي، ده في مشروعنا. منى القويدي متحدثه باسم الحمله بشكل رسمي، هي زميله كليه الحرب بحلف شمال الاطلنطي ولقاها لمين. دي كلها اليات. اذا كان هو عنده كلام كويس ما اعتقدش ان عنده فريق العمل اللي ممكن ينفذ. طيب لانك انت اثرت مجموعه نقاط، فلازم حق الرد في 30 ثانيه لان الوقت خلص. لا مش في 30 ثانيه. لا ارجوك. اول حاجه احنا عندنا برنامج وهو برضو اتضح في المجله وقال لك 18 شهر، ده يبقى فيه بناء على برنامج مش بناء على اي حاجه. بالنسبه للدكتور حازم عبد العظيم ده شخصيه وطنيه محترمه، هات لي اي حاجه قانونيه جت عليه. احنا النهارده مش عاوزين نتكلم على اي حد وخلاص بالاشاعات، احنا بنقول لو في حاجه قضائيه وطنيه لازم نلتزم بالقانون، لازم نحترم بالقانون. لو في اي قضيه قدامك هاتها واحنا مستعدين. اشكركم جدا على وجودكم اليوم، عضوي الحملات الانتخابيه لمرشحي الرئاسه المشير عبد الفتاح السيسي والسيد حمدين صباحي، الاستاذ ابو الوفا فايز ابو الوفا مسؤول لجنه الشباب في الحمله الرسميه للمشير عبد الفتاح السيسي ومسؤول لجنه الصعيد في حمله مستقبل وطن، السيد تيسير كمال عضو الهيئه العليا لحزب الكرامه وعضو حمله الكرامه المؤيده للسيد حمدين صباحي. بشكر كل الساده المشاهدين من خلال هذه المناظره السريعه، من خلال طرح الأسئلة والردود من أعضاء حملتي المرشحين. كان في نهاية الأمر التحليل والاختيار يكون لحضراتكم أنتم. ننتظر مشاركة المصريين يوم 26 و 27 مايو. أشكركم وانتظروا إعادة البرنامج اليوم من الساعة 2 للساعة أو غدا من الساعة 2 للساعة 3 صباحا. وبقول لكل السادة المشاهدين السلام عليكم.